السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده في أحسن حال. مبدئيا كده أنا بهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يحققها بإذن الله. مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله السنة اللي جاية كده كل اللي نفسه في حاجة يكون محققها. دي مقدمة الفيديو عشان بس ما اطولش عليكم. تاني حاجة، لو انت ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تالت حاجة، انا هتكلم في الفيديو ده عن الحاجات اللي تعملها في الفترة اللي انت فيها دي خلال شهر رمضان. تمام. في ناس طبعا كتير هتكسل ومش عارفة تشتغل تعمل ايه والحاجات دي كلها. تمام. فانا جاي اتكلم معاك كده ودردش معاك كده، فيديو عادي حلو كده مش هطول عليكم فيه. هقول لك هتعمل ايه بالظبط في الفترة اللي انت فيها دي. تمام، في شهر رمضان بالذات. مبدئيا شهر رمضان طبعا مش هتكلم فيه انك انت لازم تصلي والحاجات دي كلها عشان انت طبعا عارف الحاجات دي. تمام. وصلاه التراويح ما تضيعهاش، دي حاجه اساسيه ان شاء الله، ربنا يثبتنا عليها باذن الله. الحاجه التانية يا رجاله اللي تعمل في الفتره ديت، اوعى اوعى يكون عندك زياده في الوزن وما تعوضهاش في الشهر اللي انت فيه ده. تمام. اوعى تكون انت قصير تمام ورايح تقدم وما تلعبش عقله. ازاي؟ يعني لو انت عندك سمنه تمام وعندك وزن زايد، وعارف انت ان الطول بتاعك لازم يكون 170 في شرطه او حربيه او معهد او ايا كان، لازم طول 170، وانت عندك وزنك 90 كيلو تمام وما تعالجوش، لا، في الفتره اللي انت فيها دي حاول تعمل كده بعد الافطار ان شاء الله او بعد التراويح، تروح لك الجيم يا صاحبي، تلعب جري كتير. تمام. وتلعب طبعا ايه تخسيس اللي هو ساونا بقى والحاجات دي كلها. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه في الفتره اللي انت فيها دي، لو انت عندك زياده في الوزن تمام حاول انك انت تقلل من وزنك. ده اول حاجه. الحاجه التانية، طب انت تعمل ايه في الفتره دي برضو؟ الجيم يا جماعه ما تسيبش الجيم خالص. ازاي؟ طبعا انت تحتاج في شرطه تحتاج ضغط، هتحتاج عقله. في حربيه هتحتاج ضغط وعقله. في حربيه تحتاج 40 ضغط و40 عقله و40 بطن، سوري، 40 ضغط و10 عقله و40 بطن. فانت لازم تجيبهم، ولو جبت اكتر هتواجه الاولويه. تمام. وهتاخد مجموع اعتباري حلو في الرياضي. فانت في الفتره دي ما تضيعش نفسك تقول لا انا صايم اليوم كله تعبان والشغل انت اللي احنا بنعرفه كتير او اللي بنسمعه كتير احنا. لا يا صاحبي، انت اضغط على نفسك الفتره دي. تمام. خلاص انت عندك شهر، احنا رمضان هيخلص في 23/4 ان شاء الله، كلها شهرين وهتلاقي الاعلان بتاع شرطه وحربيه نزل. تمام. انت خلال الفتره ديت لو انت حابب تقدم على كليه حربيه، فانا انصحك انك تهتم باللياقه البدنيه بتاعتك، اهتم بيها، اوعى تضيعها. اوعى تحس كده اللي هو تكسل والشغل ده. خلي عندك كده حماس انك انت تلعب بدل ال 40 ضغط تجيب 60 ضغط وتجيب 70 ضغط عشان يبقى لك اولويه وتجيب مجموع اعتباري حلو في الرياضي. تمام. الحاجه الثالثه واللي تهتم بيها في الفتره اللي انت فيها دلوقتي تمام، واللي هي قفزة الثقة. قفزة الثقة لو انت مثلا بتتردد فيها جامد يعني وكده، لا حاول انك انت كده تتعود عليها. تمام. يعني طبعا كلنا عارفين قفزة الثقة 7 متر ونص، فدي كتيرة الصراحة، يعني دي كتيرة يعني مش عاوز اقول لك مسافة كبيرة. انا لما فطيتها الصراحة خفت. بس ليه؟ لان كنت اول مرة ان انا افط، او اول مرة ان انا اقفز قفزة الثقة. فعشان كده انا بقول لك ايه، اتعلم تعمل قفزة الثقة كويس وتدرب عليها الفترة دي كويس. يبقى انت كده هتركز عليهم. لو انت عندك نحافة تركز على النحافة، تلعب في الجيم برضو وتاكل اكل كتير. لو انت عندك سمنة تمام تحاول تقلل من وزنك. تمام. وتجري شوية، تجري كل يوم. والحاجة التالتة قلت لكم عليها قفزة الثقة، وتخلي بالك من قفزة الثقة وطبعا والضغط والعقل اللي قلت لكم عليهم برضو. تمام. بس قفزة الثقة طبعا دي مهمة. تمام يا رجالة. طبعا 7 متر ونص دي في الرياضة العادي، في حربية لما توصل طب متقدم الرياضة متقدم تبقى من 10 متر. تمام. كل حاجه ليها وقتها وكل حاجه انا هتكلم فيها. تمام. بس انت دلوقتي انا بقول لك على حاجات انت تعملها في الفتره اللي انت فيها دي. ماشي يا رجاله، بالتوفيق ليكم ان شاء الله. لو في عندك اي سؤال يا صاحبي، عندك اي استفسار، سيبوه في الكومنت وانا طبعا برد على كل الناس. ودعمني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا احلى اخوات في الدنيا، ويا رب كده كل نفسه في حاجه يحققها، وان شاء الله اشوفكم كده احلى ظباط ومعلقين نجوم ونسور باذن الله وسيوف. بالتوفيق يا رجاله.